ويا ريت يعني احنا نقول يا ريت المشروع جدي، يعني يحل اشكال، ترى مو قدر اذا يد الدوله دخلت بهيج مشاريع تحل. المشاريع عادة هي هنا موجودة بكردستان بالاقليم، حتى العراق حتى بغداد هسه بدت، احنا من كركوك جايين بس ايه اكو ايه بس قليلة، مو مثل ما هنا باقليم كردستان. بس تساهم ايه يعني هي اذا مشاريع يعني هي تاخذ جزء من المواطن، يعني ممكن يدفع مقدمه وبعدين اقساط، حل مشكله المواطن اذا هو عنده دخل محدد ودخل، يعني زين دخلاتنا جيده كلها. الفكره احنا بلد نختلف عن كل بلدان العالم. اولا عندنا موارد هائله، فاحنا ما ممكن نحسب نفسنا كاي بلد نامي او بلد هسه يبني نفسه. احنا بلد عندنا ارقام فلكيه، يعني صدقين عائدات النفط بشهر آذار 6 مليارات و500 مليون دولار. فاحنا المفروض تجي خطط جديده، خطط تجي اولا شركات استثمار حتى نخرج عن خانه هاي البلدان اللي اسمها، اذا كانت تكون هي طيبه بالبناء والاعمار فلوسنا احنا ما نحتاج هاي المشاريع تقولوا عليها هسه نبني مشاريع للشباب وهذا، لان عندنا استثمار بحث، كل شخص بامكانه يكون مستثمر بالعراق.